ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده قررت اسال الذكاء الاصطناعي ايه ازاي اعمل الجبنه. وهوريكم هنا سالت الذكاء الاصطناعي ازاي اعمل جبنه من اللبن الطبيعي، ودي كانت النتيجه. وهسيبكم للفيديو ان انتوا تقعدوا تتفرجوا. وجبت كل حاجه هنا يا جماعه بالتفصيل. اول حاجه جبت طاجن متعبى وحطيت فيه نص كيلو لبن. انا مش بصراحه كنت خايفه اجرب في حاجه تكون يعني كتيره وتطلع في الاخر طريقه فاشله، بقى هدرت لبن. حطيت هنا شويه ملح دوبتهم في ميه وسبتها تغلي. طبعا احنا بنقعد نقلب 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 نقلب. وبعد كده ندخل بقى ايه في الخطوه اللي بعدها. بنستنى لا يغلي. اول ما غلي نزلت بشويه خل. الخل بيعمل ايه بقى؟ الخل بيقطع اللبن، بيفصل الدسم او اللبن، بيفصله عن الميه بتاعته. فهنا ايه هبقى اوريكم بعد ما الخل يعني فصل اللبن. هوريكم كده شويه. ادي حطينا النار. وبعد كده يعني بقى نبص يا جماعه، يعني كريمه. مش هقولكم كلمه تاني، هي كريمه. بصوا فصل خالص. نيجي بقى في الحته دي، انا صفيت الشرش عن الجبنه، وادي اللبن يا جماعه اهو اتحول لجبنه. وادي الشرش ده مش بيترمي يا جماعه، ده بيتعمل بيه مخبوزات، معجنات، الحاجات دي كلها هو بيبقى ذا قيمه غذائيه عاليه جدا. وادي يا جماعه الجبنه بعد ما صفيتها، حطيتها طبعا في قماشه بيضه. ونيجي بقى في الخطوه اللي بعدها، نبتدي نعصر بقيه اللبن ونصفيه ونحط عليه، نحطه في طبق، نقفله في طبق ونحط عليه بتاع عشان اللي هو الغطا عشان نقعد لحد تاني يوم. ادي اهو اتجمدت. وضربتها في الهاند بلندر بشويه زيت زيتون، شويه دي حلوة خيار، جدا وما وادي. تنسوش تجربوها. لو عجبتكم الفيديوهات دي متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.